ان شاء الله هعمل معاكم الكريم الكراميل، الوصفة الجميلة جدا واللذيذة اللي كله بيحبها. هي وصفة سهلة وبسيطة وكل المكونات موجودة في اي بيت تقريبا. بس هي بتحتاج منك بس شوية وقت شوية، لكن هي سهلة بصراحة وعجبتني جدا وكان طعمها تحفة ولا ألذ من كده. تعالوا معايا شوفوا الطريقة. جبت طاسة وحطيت فيها 5 معالق من السكر، حطيت ربع كوباية من المية او اقل. هسيب هنا السكر لحد ما يدوب في المية، ولو حبيت هحرك بس الطاسة كده بالراحة، واسيب السكر لحد ما يدوب فيها. اهم حاجه الخطوه دي يا جماعه، السكر ما يتحرقش منك وتكوني منتبهه له جدا. هنا هستنى لحد ما الجوانب تبدا تصفر كده زي ما انتوا شايفين، وهجيب معلقه بسرعه وهبدا اقلب. بعد ما اقلبه ويوصل للشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر، هجيب قالب او طاسه ايا كان اللي انا هعمل فيه، بس تكون ضيقه شويه يا جماعه، واضيفهم فيهم بسرعه وافردهم كويس عشان ما يجمدش. عبال ما احضر باقي الوصفه، هنا جبت 4 بيضات وحطيت 3 معالق من السكر، ده السكر حسب الرغبه. اقلبهم كويس في بعض كده لحد ما يتخلطوا ببعض جامد. وهجيب اللبن 2 كوباية كبار من اللبن، كوباية الكبيرة الازاز اللي احنا بنشرب فيها دي مية. هنا هستنى اللبن لحد ما يوصل لدرجة الغليان ما يغليش. وهبدأ أضيفه على البيض. بس أهم حاجة في الخطوة دي يا بنات تكون خطوتكم كده سريعة وتقلبوا بسرعة عشان ما يحصلش أي تكتلات. أنا هنا مسرعة الفيديو بس كنت بقلب بطريقة سريعة جدا بصراحة يا جماعة، لازم تكوني سريعة جدا. هنا هضيف بعدها بعد ما قلبته كويس معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، وبتتجاب من عند العطار. هنا قلبتها كويس، واهم حاجة الفانيليا تكون ريحتها كويسة كده وحلوة، ايا كانت الفانيليا اللي انت تستخدمها، بس اهم حاجة تكون حلوة. هنا جبت الصينية اللي انا ضفت فيها السكر في الاول لو تفتكروا في اول الوصفة يعني، وهجيب مصفى واضيف بقى اللبن والبيض اللي انا ضفتهم على بعض. اهم حاجة خطوة المصفى دي عشان لو في اي تكتلات ولا اي حاجة ما تنزلش معايا في الوصفة. هنا بعد ما حطيتها بقى في الصينية، هجيب ورق حراري واضيفها عليه، واجيب صينية اكبر منها علشان لازم الخطوة دي برضو يا جماعة. بعد كده هجيب مية مغلية وهضيفها، يعني اخلي المية المغلية توصل معايا لحد نص الصينية، واحطها في الميكروويف او الفرن ايا كان لمدة 50 دقيقة. وبعد كده اطلعها اسيبها تهدى شوية، واحطها في التلاجة لمدة 4 ساعات. لو زاد الوقت مش مشكلة، بس اهم حاجة بعد ما نطلعها نجيب برضو مية مغلية، ونضيفها عليها من تحت في صينية كبيرة كده ونحطها، ونضيف المية المغلية عليها زي ما انتوا شايفين، علشان الكريم الكراميل يبدأ بقى يفك معايا من التجميد. وبعد كده هقلبها في صينية تاني او ايا كان الحاجة اللي انت هتقلبيها فيها. بس لما اعرف اقلبها كده يا جماعة وامسكها واعرف ان الكريم الكراميل اللي بدأ يطلع معايا، هنا كان شكل الكريم الكراميل في الاخر بجد يا جماعة، الشكل اللي كان تحفة وكمان الطعم تحفة جدا.